السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الاعزاء، في حلقة جديدة واسعد الله اوقاتكم بكل خير. سيدة تركية تحمل بالشهر الثالث من خطيب ابنتها بمدينة قيصري في تركيا، وإليكم القصة كاملة والتفاصيل الكاملة. وقبل أن نبدأ بالدخول في التفاصيل، نود أن ننشر التوعية بين أفراد المجتمع ونشر القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة. في علاقة محرمة بين صهر وحماته، تتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعد أن كشفت مقدمة برنامج إسراء إيرول على قناة ATV عن تفاصيل صادمة أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والوطن العربي، حيث تقدمت عائلة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدعى ديليك شاهين بطلب للمساعدة في العثور على الأم غلدان شاهين التي فرت وهربت مع خطيب ابنتها المدعو جمعة دوغان، ويبلغ من العمر 21 عام. لاحقا أن الاثنين يعيشان علاقة غير شرعية وقد أعلنوا عنها أمام الكاميرات. وكشفت التحقيقات أن الصهر ويدعى جمعة دوغان جعل حماته البالغة من العمر 47 عاما تحمل منه في شهرها الثالث، ما دفع بالسلطات إلى توقيف الطرفين بتهم تتعلق بالأخلاق والآداب العامة. كما تبين أن الشاب جمعة دوغان مطلوب للخدمة العسكرية. ومن جهتها خرجت مقدمة البرنامج إسراء إيرول ATV عن صمتها، مؤكدة أن البرنامج لا يختار مواضيعه بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، بل يسعى لعرض وقائع حقيقية تساهم في كشف الحقائق ومعالجة المشكلات الاجتماعية. ومن جانبها هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون التركية RTUK أعلنت فتح تحقيق عاجل حول ما تم بثه، مؤكدة في بيان رسمي على ضرورة التزام القنوات التلفزيونية بالحفاظ على القيم الأسرية والاجتماعية.